تعددت طرق الكنافة بالمانجا بطرق كتيرة جدا، تعالوا نعمل أبسطها وأحلاها وأطعمها حقيقي. عندي سمنة بلدي وحطيت عليها مكعب من الزبدة، بتدي طعم تيستي فظيع فظيع جوه الكنافة نفسها. الكنافة بايتة عندي ليلتين في الفريزر، واول ما مسكت نفسها خالص بالشكل ده فرفتها كده بايدي، ولو هعملها بالكبة هتتعمل معايا بكل سهولة برضو وتتفتفت معايا بالشكل ده. بقعد اقلب فيها مفيش مشكلة، حتى لو بصينا لقيناها عملت كلكيعة كده استمروا لحد ما بالظبط اللون هيغير ويبقى شايفين اللون ده احنا لسه موصلناش للون اللي محتاجينه ده، انا بوريكم بس. فحسينا كده بقي لونه اصفر او ريحة الكنافة ظهرت. هبتدي احط كوبين من السكر وكيسين من الفانيليا بالشكل ده، واقلب كويس لحد ما السكر بتاعي يتكرمل كويس جوه الكنافة، وتبتدي ريحة الفانيليا تظهر، والحبة تبقى حبة وحبة زي الرز كده. بصوا بالظبط كده، حبة ذهبي على حبة بيضة، هو ده اللون واللي انا محتاجاه وسوى للكنافة المظبوط اللي انا محتاجاه للكنافة. يبقى كيلو الكنافة عليه كوبين فقط من السكر. هنا جهزت كوب من الماء المتلج، حطيت عليه باكت الايس كريم اللي بنكهة المانجو زي ما احنا شايفين، يبقى كوب ماء متلج عليه الباكت بتاع الايس كريم. ابتدي بقى بالمضرب الكهربائي العادي بتاعي اضرب كل الكلام ده. مش بحط سكر لان الايس كريم بيبقى محلى، يعني الايس كريم الجاهز ده بيبقى محلى. شايفين القوام ابتدى يتقل معايا اهو بالظبط كده، هو ده التقل اللي انا محتاجاه هو ده. بعد كده جهزت قطع من المانجا عادي، يعني مش شرط ان انا اعملها مكعبات او مربعات او ازين فيها، لا مش شرط خالص. انا هدمج شوية كده جوه، يعني قد مثلا حبة مانجاية كبيرة ودمجتهم كده جوه الايس كريم. واخر حاجة حطيت معلقة مثلا من بره بالشكل ده، واحطها في الفريزر تسقع براحتها علشان تمسك نفسها والجيلاتين اللي في الايس كريم يمسك نفسه. عندي كوبين من اللبن المثلج زي ما احنا شايفين مع بعض، واجهز كريمة شانتيه. حطيت باكيتين من الكريمة شانتيه على كوبين من اللبن المجمد او المتلج. واجيب المضرب بتاعي واخفق الكريمة شانتيه كويس خالص، طريقة الكريم شانتيه العادي بتاعنا. ابتدى يتقل معايا اهو بالظبط كده، واسيبه في التلاجة براحته. واجي للمانجا بتاعتي، المانجا اخترتها ناشفة، تكون ناشفة شوية، يعني حبيت ان هي تكون جامدة ومتماسكة وماسكة نفسها، واقطعها بالشكل ده واطلع منها القشرة. ومانجتين حبتين مانجتين كبار كده بالشكل ده قطعتهم وطلعت منهم المانجا زي ما احنا شايفين، خليتها من البذر ومن القشر، وابتدي اضربها في الخلاط. هحط لها الكمية دي كلها، كمية كتيرة، خلي بالكم هي مانجايتين كبار فالكمية كبيرة، فحطيت على الكمية دي كوب واحد بس ماء مثلج، كوب واحد فقط، ونص كوب من السكر. مش عايزة اضيف سكر، لو المانجاية محلاة زيادة عن اللزوم ما اضيفش، مفيش مشكلة، بس انا هنا حبيت اضيف سكر علشان الكنافة كميتها كتيرة، كنت عاملة كيلو فالكمية كتيرة بالظبط كده. قوام تقيل ومربى زي المربى كده، هو ده اللي انا محتاجاه. تعالوا نشوف الجزئية المهمة دي. انا هنا في التزيين بقطع المانجا مكعبات زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبصفي المكعبات من المانجاية بالسكينة بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده، واطلع كل المكعبات دي واحاول اظبط الشكل العام بتاعها، علشان دي التزيين ودي اللي هتبقى في الوش بالظبط كده. خلص كل الكمية نسيبها على جنب، ونبتدي بقى نرص كل الكلام الجميل اللي عملناه مع بعض. في البداية كده هاخد العصير اللي انا عصرته في الخلاط واحط كده كمية محترمة من تحت، علشان هو عامل زي السيرب او الشربات، يعني هيمتص الكنافة، هتمتصه عشان تبقى جوسي كده وطعمة جدا. والكريمة بتاعتي حطيتها كده في كوباية وفي كيس حلواني، مش طردش الشكل خالص نهائي في الكريمة. وهبتدي احط الكنافة وافتفتها كده بايدي، واحط العصير بتاع الجوافة، واحط الكريمة، واخر حاجة الكنافة، يعني طبقتين، طبقة كنافة والعصير اللي عملناه مع بعض والكريمة، واحط
طبعا بعد الكنافة لازم نحط طبقة عصير المانجا او سيرب المانجا ده، لان هو ده اللي بيطريها في التلاجة وبيخليها جوسي وحلوة جدا جدا جدا. بالظبط كده. التزيين ده بتاعك، عايزه حطي اللي تحطي. انا هنا اكتفيت بوش المانجا عشان اولادي بيحبوا المانجا اكتر من الكريمه، فاكتفيت بوش المانجا بالشكل ده. لكن هنعمل صواني تانية هنزينها بطريقتنا احنا وباسلوبنا واللي عايزينه زي ما احنا شايفين، اي شكل محبينه، اي شكل احنا محتاجينه. تزيين عادي عشوائي جدا جدا جدا، لان المانجا بتدي شكل حلو قوي قوي قوي، يعني مش محتاجه اصلا. فاي تزيين انتوا تحبوه حطيته في بولات زي كده زي ما احنا شايفين، حطيته في صينيه، حطيته في بايركس، اي حاجه متاحه عندك. انا الكيلو عمل لي الكميه دي كلها بسم الله ما شاء الله. والايس كريم بتاعي بعد ما جمد من الفريزر زي ما انتوا شايفين، ابتدي اهو احطه في بوله، واقدم الكنافه بالمانجا مع الايس كريم المانجو. عايزه اقول لكم ان هو خطير بالايس كريم، مديله كده سلاسه ومديلها طعم اضافي حلو قوي 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 قوي. لازم بامر الله تجربوا الايس كريم مع الكنافه، حاجه روعه وجوسي وخطيره. جربوها، متاكده 100% ان شاء الله هتعجبكم. بحبكم قوي، لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو متنسوش تدعموني. احلى سبسكرايب واحلى لايك منكم، بموت فيكم جدا جدا جدا. بحب تعليقاتكم جدا 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 برضو. ما تنسونيش. باي باي.